انتهت مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي بنتيجة 4-4. مباراة كانت ممتعة جدا، من أفضل مباريات كأس العالم للأندية. النادي الأهلي النهاردة قدم أداء عالي، ولكن كان في مشكلة وهي إضاعة الفرص السهلة، خصوصا في الشوط الثاني. الأهلي كان ممكن يسجل 4 أو 5 أهداف، ولكن الحمد لله بقى اللي حصل. ولكن في أخطاء لازم النادي الأهلي يعالجها، لازم يحصل علاج سريع أول ما النادي الأهلي يرجع لمصر علشان الاستعداد للموسم اللي جاي. الأخطاء اللي بانت النهاردة واتكلمنا فيها قبل كأس العالم، إن النادي الأهلي كان محتاج إن هو يدعم خط دفاعه قبل كأس العالم للأندية، ولكن ده ما حصلش. أنا جبت ودعمت الفريق بصفقات كبيرة في الهجوم وفي خط الوسط، ولكن للأسف ما دعمناش خط الدفاع. بقى في عندنا مشاكل كبيرة. شفنا النهاردة بيخش في النادي الأهلي 4 أهداف، ودي مش عادة النادي الأهلي. حتى ان انا بلاعب طبعا بطل اوروبا وبطل البرتغال بورتو اللي كسب قبل كده التشامبيونز ليج، ففريق طبعا عريق وليه تاريخ كبير جدا جدا في كرة القدم. والنادي الاهلي النهارده هو اللي كان ليدن عليه، والنادي الاهلي ضيع فرص كتيرة. كان ممكن ينهي الشوط الثاني بنتيجة مثلا 6 أو 7 على الأقل. شفنا انفرادات بتضيع من النادي الأهلي بطريقة غريبة جدا، بتلاقي 2 و3 على حارس المرمى وعلى مدافع واحد، وللأسف الكرة بتضيع. لكن إن شاء الله بقى يحصل معالجة للأخطاء دي إن شاء الله لما يرجع النادي الأهلي إن شاء الله من أمريكا. ولكن زي ما بقول لكم، في أخطاء لازم هنتكلم عليها، وهنتكلم عليها بشكل كبير جدا جدا في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. أهمها هو عدم التدعيم في خطوط أو خط الدفاع اللي كان المفروض يحصل فيه تدعيم كبير. تاني حاجة وهو اندماج المدير الفني مع الفريق، اللي انا بصراحة مش شايف ان في اندماج خالص مع الفريق. انا برضو في حاجة بعيب فيها على المدير الفني، تحس ان الراجل عينيه مش كويسة، ودي حاجة بتبقى مش حلوة. لما يكون في مدرب مش عارف امكانيات اللعيبة اللي عنده، دي بتبقى مشكلة كبيرة. ما اقدرش احكم على طريقة لعبه واسلوبه لان لسه بدري ولسه ما عملش فترة اعداد مع الفريق. لكن اللي انا اقدر الوم على المدير الفني هو اللعيبة القوية اللي مقعدة بره احتياطي، وكانت ممكن تفيد الفريق لو بتلعب اساسي. شفنا ديانج النهارده مستواه عامل ازاي لما بيلعب في نص الملعب. يا راجل ديانج ما تنزلوش الا للضروره القصوى. ما اعرفش ازاي المدير الفني بيفكر. اشرف بن شرقي بالرغم ان هو ضيع فرص سهله، ولكن شوفوا في المنطقه الهجوميه، الفارق اللي هو بيعمله في المنطقه الهجوميه والتحولات من خط الوسط للهجوم حاجه قويه جدا وحاجه محترمه. لعيب محترم. تريزيجيه برضو هو اصر ان هو يلعبه النهارده من البدايه، بالرغم ان واضح ان تريزيجيه مستواه متاثر من بعد ضربه الجزاء اللي ضيعها امام انتر ميامي. يعني كان تريزيجيه بادئ مباراه انتر ميامي كويس، ولكن من بعد ضربه الجزاء تريزيجيه اتاثر جدا 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 باضاعته لضربه الجزاء. زي ما بقول لكم الحلقات الجايه ان شاء الله هنتكلم على كل الاخطاء اللي وقع فيها النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يرجع تاني ويلعب بطولة افريقيا ويكسب بطولة افريقيا السنة دي ويكسب الدوري العام. لازم الاهلي يرجع ب يعني طموح تاني كبير جدا جدا ان هو يكسب كل البطولات المتاحة قدامه السنة اللي جاية ان شاء الله. على العموم هارد لك للنادي الاهلي، ده المباراة الوحيدة اللي تقدر تقول هارد لك، لان النادي الاهلي قدم اداء عالي، النادي الاهلي قدم مستوى كبير، ولكن الحظ ما كانش معاه النهارده. وبغير كده طبعا حتى لو كان الاهلي كسب كان برضه الاهلي هيخرج، لان انتر ميامي تعادل مع بالميراس 2-2 في مباراة غريبة جدا جدا. ما اعرفش بصراحة ازاي النتيجة دي حصلت، النتيجة اللي تصعد الفريقين بدون النظر للمباراة الثانية. ولكن المجموعة كانت قوية والنادي الاهلي قدم مباراة كبيرة النهاردة. يعني النادي الاهلي ما خسرش الا مباراة واحدة، وهي مباراة بالميراس من بطل البرازيل. يعني خسارة طبيعية، مش حاجة كارثة ولا حاجة زي ما الناس بتصورها. وإن شاء الله بقى المرة الجاية النادي الأهلي يكون مستعد بشكل كبير. لو كسبنا بطولة أفريقيا ممكن تلعب انتر كونتيننتال، وتقدر إن شاء الله إن أنت ترجع تاني
للبطولات العالمية والبطولات الدولية. جمهور الأهلي ده آخر حاجة لازم أشكره. جمهور عظيم، جمهور كبير. بتلعب في نيوجيرسي وتحس إن أنت بتلعب في مصر، تحس إن أنت بتلعب في استاد القاهرة. يعني ما حدش يقدر يوصف جمهور النادي الأهلي اللي ليه كل الشكر والاحترام. أعظم جمهور في الكون طبعا. يعني ما فيش جمهور زي جمهور النادي الأهلي. واستنونا في حلقة جديدة إن شاء الله، هنغطي لكم بقى كل التفاصيل وتفاصيل البعثة بعد مباراة الأهلي وبورتو برتغالي. استنونا في حلقة جديدة في الكرة معاك.